أنت فاشل، أنت غبي. عارف تأثير الكلمات دي إيه؟ يمكن بالنسبة لك لحظة عصبية وعدت، لكن بالنسبة لطفلك ما بتعديش. الكلمة بتدخل جواه وتقعد تستقر وتتحول مع الوقت لصوت داخلي. في كل مرة يحاول يعمل حاجة، يرسم، يذاكر، يجرب، الصوت ده يطلع: أنت فاشل، أنت غبي. فيتردد ويقف ويفكر 1000 مرة قبل ما يكمل، وممكن ما يكملش أصلاً، مش لأنه مش قادر، لكن لأنه مقتنع إنه مش هينفع. الطفل مش بيشوف نفسه بعينه، بيشوف نفسه بعينك أنت. لو شاف في عيونك إنه مش كفاية، هيكبر وهو حاسس إنه أقل. ولو سمع منك إنه مش شاطر، هيصدق حتى لو كان العكس. ومع كل كلمة محبطة، ثقة بتتحد خطوة ورا خطوة من غير ما تاخد بالك، لحد ما توصل لمرحلة إنه يبطل يحاول، ويبطل يسأل، ويبطل يعبر، ويبقى ساكت، مش عشان مؤدب، لكن عشان خايف يغلط وخايف يسمع نفس الكلام تاني. الكلمة اللي بتقولها مش بس بتأثر في اللحظة دي، بتبني صورة جواه عن نفسه، يا إما صورة طفل واثق أو طفل خايف من نفسه. لكن الخبر الحلو إن زي ما كلمة بتكسر، كلمة تانية ممكن تصلح. كلمة بسيطة زي أنت تقدر، حاول تاني، أنا واثق فيك، ممكن ترجع له إحساس كان بيضيع. فكر قبل ما تكلم، لأن الكلمة بس صوت، الكلمة أثر.